كلاسمون في 90 دقيقة. مرحبا بكم الكل على اي اف ام. شكرا لكم على المتابعه وين ما كنتوا. هذه في 90 دقيقه. عبد العزيز اهلا وسهلا. سفيان مرحبا. البدايه باش تكون في متابعه للرسائل واعلان الترشحات للانتخابات الرئاسيه. منذر الزنيدي في رساله ثانيه عبر الفيديو للشعب التونسي يقول: لا يمكن الوقوف على الربوه والبلاد تعيش هذا الانحدار. هات نسمعوا مع بعض. لو ما كانش عندي ثقة وأمل وقناعة أني ممكن نساعد على تحسين أوضاع، ما كنتش نفكر باش نخرج للتوانسة في هذا الوقت بالذات، لأنه الصمت والوقوف على الربوة أو التحرك لمزيد تأزيم الأوضاع كلاهما جريمة في حق الوطن. التوانسة بإمكانهم اليوم التمييز بين الغث والسمين، بين الهدم والبناء. بإمكانهم أن يقولوا لا لمن غير السلطة بالوظيفة، والشعب بشعبوية، والوطن بكيان مقلوب لا أساس ولا رأي. بإمكانهم انتقاء الأفضل. هل يريدون رئيسا بلا رئاسة، رئيسا بلا بوصلة، رئيسا بلا أمل؟ هل يريدون رئيسا لا يسمع آنات شعب ولا يرى لهيب أسعار، وإنما يسمع فقط تصريحات معارضين ويرى المؤامرات في كل مكان؟ هل يريدون رئيسا يستعمل إمكانيات الدولة ومؤسساتها للتخلص من أعداء سياسيين عوض أن يوظفها لتخليص التونسيين والتونسيات من أعدائهم الحقيقيين اللي هما البطالة والتضخم؟ به شنو رايك في الخطاب، في المضمون، في الطريقه، في الحديث ايضا على رئيس يستخدم موارد الدوله للقضاء على المنافسين ويحكي على الشعبويه؟ يعني فما رسائل موجهه مباشره الى قيس سعيد رئيس الجمهوريه. بالفعل هو شكلا بدل شويه سي منظر، عمل كادر جديد، وكانه فهم بانه الكادر القديم هذاك ما عادش يمشي، دونك بدل شويه، خاصه بعد الفيديو نتاع سي المرايحي اللي استحسنوها الناس واللي عجبتهم. من ناحيه المضمون الكلام بطبيعه الحال هو تو قاعد يحاول انه يفكك الوضع، يعطي شنو علاش هو مترشح، لواش ترشح، ولكن هذا يبقى دائما كلام وتحليل وتبرير، وكأنه يبرر عملية الترشح نتاعو والوقوف على الربوة، بالرغم أنه وقف على الربوة لسنوات عديدة. أنا حسب رأيي اللي أهم من ذلك هو، ربما مش نحكيو عليها بعد، اللي هي التدوينة اللي كتبها بوشلاكة. أنا أعتبر أنه هي الأهم، لأنه هي اللي كشفت وأعطت معناها التأكيد مرة أخرى أنه هناك مخطط نهضاوي لمسألة الانتخابات الرئاسية، واللي حركة النهضة اليوم قاعدة تخدم عليها بجدية. رفيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق في تدوينه يقول: إعلان منذر الزنيدي عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أفقد قيس سعيد صوابه ووتر أعصابه، فاتفق إيهاتري على قبر بورقيبة لأن كل رهانه يقوم على استمالة القاعدة الدستورية بعدما ضحك على القاعدة الثورية. والمشكلة الكبرى أن أي شخصية دستورية إذا تقدمت للمشهد يمكن أن تجفف منابعه وتتركه في العراء. دونك هذايا عبد العزيز، أنت ريد أنه نوع من الرهان أنا متأكد أنه من بعض القيادات أنا متأكد أنه قيادات حركة النهضة كلموه سي بوشلاكة ولاموه على أنه يكتب التدوينة هذه، لأنه فضح المخطط، فضح مخطط حركة النهضة، باعتبار أنه حركة النهضة واعية جيدا بأنه الانتخابات هذه هي ممكن أخطر انتخابات رئاسية مش تصير في تونس، وهي انتخابات وجودية بالنسبة لها، باعتبار أني تشوف بأنه الانتخابات هذه ستتمحور حول صراع ما بين منظومة ما قبل 2011 اللي هي المنظومة الدستورية التجمعية، ومنظومة ما بعد 2011 اللي هي حركة النهضة ومن لفها اللي أدارت البلاد خلال العشرية الفارطة، ومنظومة 25 جويلية. وشافت بأنه المترشحين ولا ربما التكتيك اللي هو تكتيك تقليدي متاعها في عملية تشتيت الأصوات، في إيجاد العصفور النادر اللي نجم كما يقولوا يقطع بها الواد، شافت بأنه اليوم عندها منافس جدي اللي هي عبير موسي.
عبير موسي اللي تمثل الخزان الدستوري التجمعي، واللي لا يمكن أن تكون حليفة لحركة النهضة في وقت ما. جابت لهم سي منذر الزنادي، واللي سي منذر الزنادي معروف أنه الترشح متاعه، وتأكد ذلك بتدوينة سي المدعو المطلوب للقانون وللعدالة بوشلاكة بأنه هو معناها رهن إشارة حركة النهضة. سي منذر الزنادي بقي لسنوات لم يتكلم، بقي لسنوات ما عطاش حتى راي، وحتى السياسة اللي عملها معناها نتاع جس نبض اكثر ولا اقل. نعرفوا اللي علاقته كانت طيبه بحركه النهضه، وحتى الملفات اللي ما نعرفش فيها ولا ما فيهاش ادانه ليه والا فيها تهم ليه، اللي كانت موجوده ومفتوحه، واللي توا بدا الحديث عليها، هي مفتوحه منذ عهد حركه النهضه، واللي ابتزت حركه النهضه بها منذر الزنادي انه يسكت وأنه لا يتكلم وأنه لا يترشح، وبقي هكذا ومتعوه بالحرية متاعه في الدخول والخروج لتونس، وهذا نعرفوه. وحتى كي حب يقرب من نداء تونس وحب أنه يكون أي سامحني باش نعم. نقاطعك، باش نرجع لك في الفكرة ذي، لأنه الحقيقة برشا 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 أفكار قلتهم لنا مهمين برشا. رفيق عبد السلام التدوينة متاعه، هل أنت باش نلخصوا الموضوع ونرجع لك من بعد في الفكرة، هل هي مساندة لمنظر الزنيدي؟ هل هي تدوينة تورط منظر الزنيدي، أو هو أراد من خلال هذه التدوينة توريط رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال حديثه على أنه خسر الناس الكل، خسر دستوريين، خسر الثوريين اللي ضحك عليهم؟ هو حب يقول أنه مرشحنا للمرحلة القادمة ضد قيس سعيد هو منظر الزنيدي. très bien. هو مرشح الان حركه النهضه. فما ناس باش يقولوا علاش موش سي احمد نجيب الشابي؟ لانه في الباطن، كما نحكيو على الباطنيين بتاع الحشاشين، في الباطن هو مرشح حركه النهضه، وفي الظاهر هو مرشح جبهه الخلاص. وسيكون لسي احمد نجيب الشابي دور اخر في المرحلة إذا كان بطبيعة الحال سي منذر ربح الانتخابات الرئاسية، واللي هو مش ياكل من الخزان متاع عبير موسي، لأنه هو سيمثل التجمعيين والتساترة اللي ما عندهمش مشكلة في التعامل مع حركة النهضة، واللي النهضة جربتهم وتعاملت معها من قبل، وهم محل ثقة لحركة النهضة وما ينجموش يدوروا عليها. وكذلك باش تضعف عبير موسي، لأني تعرف جيدا بأنه التساترة والتجمعيين اللي مع عبير موسي لا يمكن أن يجي نهار ويحطوا يديهم مع حركة النهضة. كذلك جابت من وراء سي منذر، جابت لهم ألفة الحامدي باش تنقص من الخزان لربما النسوي اللي ربما يصوت لعبير موسي. هو مخطط كامل واضح. اليوم تفاصيله أنا شخصيا أصبحت واضحة أمامي وظاهرة. نرجع لك للعديد من النقاط اللي أثرتهم تو بالنقطة نحاول نفهمهم. سفيان، الإعلان ترشح منظر زنيدي، لو كان نقراوه في إطار تصريحات رئيس الجمهورية: لن نقبل بترشح من يرتمي في أحضان الخارج، قاعدين نستناو في موعد الانتخابات، موعد دعوة الناخبين والشروط ترتيبية الانتخابات. الترشح الساعة التصريح الفيديو الأخير تاع سي منظر الزنيدي، الأداء متاعو اتصاليا كان خير من الفيديو الأول. سي رفيق عبد السلام في الحقيقة راهو يعبر على سي بوكو بلو بيرنيسيو، مش مساندة لمنظر الزنيدي. هذه حركة النهضة. منظر الزنيدي قناعتي أنا أنه منظر الزنيدي سي كو لو ليفريي أكل لابان اللي يحطوه قدام لو كورور باش يجريه، اما مرشحهم الحقيقي مازال ما ظهرش. هذايا يسخنوا في البنادر ويخفوا في الضغط على المرشح الحقيقي متاعهم. بيان سور في التصريح متاعه فما ضربة لرئيس الجمهورية، لأنه رئيس الجمهورية أعطاهم أعطاهم الفرصة، لأنه رئيس الجمهورية في حديثه على الارتماء في أحضان الأجنبي راو مشى لثنية بعيدة برشا. الارتماء في أحضان الأجنبي زعما
مش 1,300,000 تونسي في أحضان الأجنبي، زعما مش عشرات الآلاف من الأطباء والمهندسين والكفاءات التونسية، زعما مش التوانسة اللي جابوا نساهم الأجنبيات، ولا التوانسة اللي جابوا رجالهم أجانب في أحضانهم كل ليلة في تونس يعيشوا في تونس. دونك فما كلام يقولوا رئيس الجمهورية ان معناها يقلق خاصة انه قالوا وين، قالوا في مزار الرئيس بورقيبة. مزار الرئيس بورقيبة نتفكروا راهو في 2017 الرئيس قيس سعيد وقتها مازال مش رئيس ينقد في السياسيين اللي يمشيوا يزوروا في قبر بورقيبة، قال أنه هذم راهم يزوروا، هؤلاء يزورون قبر الرئيس لأنهم يبحثون على شرعية في رفات الأموات. أي هو كمشاش عمل فما رفيق عبد السلام يحكي المقارنه يحكي خليني انا نقول هل فما نوع، ما قلتش كلام غلط، هل فما نوع هذا كلام ثابت للقاعده كلام لا ما قلتش كلام، ما قل اي لا ما عملتش ما عملتش مقارنه في ذلك الوقت. هو ما عملتش مقارنه، بالفعل ما عملتش مقارنه، والعديد من ما قلت ما عملتش مقارنه، وخليني نكمل من فضلك. وانه اليوم رئيس جمهوريه ما عملتش مقارنه، وخليني نكمل من فضلك. سفيان خليني انه تصريح ثابت، اليوم تصريح ثابت رئيس الجمهوريه بعد سنوات يمشي لقبر بورقيبة باش يعمل تصريح تحب ولا تكره فيه استمالة للدستوريين. كل عام كمل لا تقطع الخيط ونجح في الاستراتيجي نتاعو. دكار يمشي لكل عام يزور قبر بورقيبة فيها استمالة للدستوريين. فما سبب حقيقي لأنه مش ممكن اليوم بعد 5 سنين من ولاية قيس سعيد، وبعد تقريبا عام الثالث من الولاية المطلقة، ما فماش تهرئة لرصيده الشعبي. السلطة تهري، تحب ولا تكره السلطة تهري. وقيس سعيد بطبيعة الحال أفيدوي فقد رصيد كبير في الناخبين الإسلاميين اللي وفقد رصيد كبير في الناخبين متاع الطبقة الوسطى. فيحب معناها مع الأقل يحفتر شوية من الناخبين الدستوريين. دونك توا نحكيو على القاعدة الدستورية اللي هي فيها حديث على أنه فما اليوم منظر زنيدي وعبير موسي. منظر زنيدي هل هو كما قلت أنت يا عبد العزيز قاعد ينافس على العائلة الدستورية هذه؟ وإذا كان نرجع لتدوين رفيق عبد السلام نلقاو زاد حديث على القاعدة الثورية. فما ناس يقولك وصلوا قيس سعيد للحكم فساقهم إلى السجون. إيه معناه هو سي بوشلاكة معناه حاول بأنه يوجه كلام رئيس الجمهورية باش يعطي وكأنه رئيس الجمهورية اليوم في مأزق انتخابي كما يظن العديدين، وأنه خسر القاعدة الانتخابية متاعه. وبالرغم أنه موش عيب راهو أنه مرشح للرئاسة أنه يغازل الخزان الدستوري، يغازل الخزان الإسلامي، خازن الإسلام اليساري النقابي، هذا من حقه كما أي معناها مرشح آخر، ما فيش حتى عيب. أنه سي رفيق عبد السلام يتكلم اليوم ويكتب دليل مرة أخرى ونعاودها بأنه
منذر الزنيدي هو مرشح حركة النهضة، وتعرف حركة النهضة بأنه الانتخابات سي ما عادش عندها الوقت راهو باش تحضر واحد آخر، انتهى الموضوع. ومنذر الزنيدي بقي بطبيعة الحال لمدة سنوات، ما عليهش برشا حديث، لم يشارك في الحكم. ما تنجمش يكون عندها مرشح اوت اوف ذا بوكس، معناها من خارج المنظومات، باعتبار انه اليوم حركه النهضه عندها لو شوك اللي صار لها مع قيس سعيد بعد انتخابه، وانه تعتبره انقلب عليها ودار عليها. منذر الزنيدي ما عندوش اشكال مع الاسلام السياسي ومع حركه النهضه، وكذلك يمثل خزان انتخابي اللي هو التجمعيين واتساترا، واللي حركه النهضه خدمت معاهم وتعرفهم جيدا وعندها فيهم الثقه. انه التدوينه نتاع اليوم رفيق عبد السلام تجي في التوقيت هذايا، وبعد الكلام اللي قاله سي منذر الزنيدي يؤكد بانه اليوم حركه النهضه قاعده تحضر في مرشح بالنسبه ليها معناها لازمه يتعدى للدور الثاني مع قيس سعيد، وقتها يتم تجنيد الخزان الانتخابي الدستوري التجمعي والخزان الانتخابي نتاع الثوريين اللي يحكي عليهم هما اللي ما عادش معناها مرتاحين مع قيس سعيد، والا عندهم خيبه امل في قيس سعيد، والخزان نتاع النهضويين بطبيعه الحال، وهكاك يكون الفوز لهذا المرشح. هذا سفيان اذا كان نشوفوا الترشحات القائمه الان رسميا، انت تعتقد انه فما ترشحات اخرى سيقع الاعلان عليها في الفتره القادمه اللي يمكن انها تكون من تيارات سياسيه اخرى، ماهيش نيسيسيرمون من العائله الدستوريه، تنجم تكون مثلا لطفي المرايحي توا الترشح نتاعو نحسوه بعيد شويه على الجدل هذايا. لطفي المرايحي بعيد على لطفي المرايحي هو من المترشحين اللي مش يقلقوا حركه النهضه، باعتبار انه لطفي المرايحي من خارج هالمنظومات اللي قاعده تتصارع اليوم، كما قلنا منظومه قبل 2011 منظومه ما بعد 2011 ومنظومه 25، هو من خارج هذه المنظومه، واكثر واحد ينجم يقلقهم واكثر واحد يعتبروه انه جدي في الترشح نتاعو. وهذاك علاش جابوا له الان سي منذر الزنيدي، لانه منذر الزنيدي هو المرشح الوحيد اللي بالمعايير نتاع حركه النهضه هو اللي يساعدها، وهو اللي قادر انه يكون عنده لربما توافق من قبلها الخزانات الانتخابيه اللي تبحث عليها حركه النهضه وعندهم فيها ثقه. سفيان، نعتبر أنه حركة النهضة مازالت اليوم في حالة في وضعية التورية. شنو معناها؟ معناها أنه خرجت منذر الزنيدي، صحيح أنه ما نتصورش أنه ترشحه أو إعلان نية الترشح خارج على اتفاقات ولا أحاديث مفاهمات مع حركة النهضة، لكن حركة النهضة ماهوش منذر الزنيدي مرشحها الأول، مازالت مخبية المرشح نتاعها. وأنا الراء في أنه باش يكون خارج المنظومة، لكن ماهوش بعيد عليها. منذر الزنيدي بعيد برشا في السنوات الأخرى، وبالتالي وعليه مآخذ عديدة. لو فات انه يكون بعيد زاده خارج تونس يمكن انه يقلق في الترشح نتاعو. لا مش اللي يتقلق، ما يقلقوش. اللي يقلقوا هو انه وقت اللي حسنا به ماهوش موجود. وقتاش حسنا به في 2012 2013 ماهوش موجود. حسنا فيه في 2014 ماهوش موجود. في 2019 مش موجود او وجود باهت جدا. قدم ترشح يعني هو مطالب انه يبقى غير موجود. لا مش مطالب انه يكون. يرجع لا، هذه المآخذ ماني انا مو انت جاي باش تحكم تونس. هي نقول لك شعملت لتونس انت، شعملت لتونس كي نتلفت تاريخك ما نشوفش انك عملت لتونس حتى شيء بعد الثورة. اللي شفته الشيء اللي عملته في نظام حكم تعملت عليه الثورة. هذا الرصيد اللي داخل بيه وفات. ومع ذلك أنا نحب فما
فما تهويل للانتخابات الرئاسية المقبلة متاع أنه أخطر انتخابات باش تصير في تاريخ تونس، أهم حدث انتخابي في تاريخ تونس. راهو هذا كلام لا يستقيم إلا في حالة واحدة، هو أنه نعتبره الانتخابات الرئاسية المقبلة باش تكون هي الانتخابات الأخيرة في تاريخ تونس، وبعدها باش ندخلوا في ديكتاتورية مقيتة. كم أنا ما نأمنش بهذا، نأمن أنه تونس لن تكون ديكتاتورية. فهذه المحطة الانتخابية الجاية هي محطة سوف تليها محطات أخرى، والغلط اللي ممكن يصير المرة هذه ينجم يتصلح في المرات الجايين. ومسيرة البلاد ومسيرة التاريخ راي ديما باش تبقى محافظة على بوصلتها، وهي بوصلة في اتجاه الحرية. بعد شوية مكملين في 90 دقيقة مع خلود المبروك. لمدينة تونس سي هيكل بوغانمي لوزير الداخلية بسبب عدم تمكينهم من مقر في المعتمدية رغم أنه موجود. هذه رغم أنه موجود، هذه نفهموها أكثر. وزيد يقول لك طردونا وما اعتبروش أنه يمكن لنا أن نشتغل في هذا المقر. معنا بالهاتف السيد النائب الجهوي لمدينة تونس هيكل بوغانمي. مرحبا. عفوا مرحبا، شنو اخباركم؟ يعيشك. مرحبا بك. يعيشك. سي هيكل، نشكرك انت على قبول الدعوه، لانه احنا تقريبا اول مره في 90 دقيقه يتدخل معنا نائب جهوي. دونك عنا برشا سؤالات نحبوا نسالوهم لك ونفهموا معاك طبيعه العمل الجهوي هذايا، العمل النيابي، خاصه انه منذ تنصيبكم الحقيقه وللاسف ما وصل لنا كان مشاكل وخاصة في علاقة بالمعتمدين والمعتمديات اللي ما همش حسب ما قاعدين نشوفوا يسهلوا لكم في الخدمة. اي تفضل سي هيكل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لاحظنا منذ تنصيب المجالس المحلية بالعمران، نحكي لك على 1 مارس 2024، لاحظنا ان المجالس غير مرحب بها، وهي عبارة على أنا نشوفها هكا على جسم غريب في المشهد السياسي، باعتبار انتقال الحكم المحلي المطلق للمعتمد إلى حكم تشاركي ما بين المجلس المحلي والمعتمد. وبالطبيعة هذا يثير حفيظة البعض. المشكل احنا نقولش مشكل، يعني حاولنا نتجاوزه. المشكل هو أنه جل المجالس المحلية، باش ما نقولش مجلسنا الظهر، لأني أنا حكم نائب جهوي في اتصال مع زملائي يحكوا لهم في المجالس المحلية الأخرى إنه المجالس المحلية المنتخبة ما عندهمش مقر. رغم راهي الولاية باش نكون واضحين قامت بمراسلة للسادة المعتمدين بتوفير مقرات بيصير حسب الديسبونيبيليتي. احنا ما نش نطلبه، احنا ما حكينا توا إلا خاطر نعرفوا اللي ثم مقر وشفناه، واحنا في أول جلسة نتاع التنصيب لاحظنا ثم المقر. المشكل ده كنا احنا عندنا معناها مجلس محلي من غير مقر. كل ما يحب المجلس المحلي هذه يعقد جلسة، يلزم يراسل المعتمد ويستنى الرد نتاعو. فديبون يقول له عندي بيصير ما دام حكم ما ثماش قاعه باش يحاول يشوفوا حاجه اخرى. نجم احنا مثلا الاعضاء لانه احنا ما عندناش تفرغ، الاعضاء ينجم نتفاهموا على وقت مثلا يساعد الكل. نتصل بالمثال المعتمد يقول لك الوقت هذا ما يساعدنيش، حكم ما عندناش مقر، دوك يلزمنا نلتزموا. يقول لك الوقت هذا ما يساعدنيش، نشوف لكم نهار اخر. سامحني سفيان بن حميدة معك سي بوغاني. سامحني سي هيكل، لكن ما كل شيء يلزم يمشي بقانون ونصوص وكذا هكا ولا؟ اي فماشي نص في تونس اليوم يحكي على مسؤولية وأنشطة وأهداف وطريقة تنظيم المجالس المحلية. النص الموجود الوحيد هو نص موجود من فترة بن علي. لا هذاك تم معناها ما هو في القرار، معناها كون هذاك عدم مع الالتزام متمشي به. ما فماش اليوم نص يحكي على الهياكل اللي تم انتخابها خارج وجود نص سابق له. اليوم السؤال البسيط هو هل يوجد نص واضح أن المجالس الجهوية
تتمتع بمقر لها بذاتها ولا لا؟ المجالس المحليه الجهويه في الولايه محليا. اي تفضل سي هيك. باهي. النص القانوني هو قال حتى يتم تنصيب المجالس الوطنيه، معناها المجالس الوطنيه للجهات والاقاليم. بعد ما يتم التنصيب باش يخرج المراسيم، باش يحطوا الواحد معناها باش ينظر معناها باش يهبط المراسيم، ينظروا معناها القوانين والحدود، ومعناها كل واحد من الصلاحيات وين تبدا وين توفي. اي دونك اليوم ما فماش. باهي. احنا ما دخلناش لا في صلاحيات لا في حدود ولا احنا طلبنا الحاجه اللي طلبت من الاول المقر، الحجر الاساسي اللي هو المقر، لكن ما فماش فيه نص قانوني. ولكن الولايه قامت اجتهدت وبعثت المراسلات وقالت للساده المواطنين توفروا المقرات حسب لا ديسبونيبيليتي باش على الاقل هم يجتمعوا في انتظار تهبط المراسيم والقوانين. واحنا لا تفعلنا ولا قمنا بحاجات اخرى تتجاوز حدودنا ولا صلاحياتنا. طلبنا الحاجه الاساسي حاجه عاديه، مقر ونجتمعوا. رانا نجتمعوا في قهوه توا رمضان ولقينا نجتمعوا في الليل باش نتقابلوا عندنا مع اعضاء معنا نساء عندهم ما نجموش تقابلوا في اي بقعه. دونك شكون المسؤول؟ من المسؤول على هذه الوضعيه سي بوغانمي؟ يمكن هذا السؤال اليوم. اذا كان مجالس محليه اللي هي باش ستؤدي بناء الى غرفه برلمانيه ثانيه، وهذه المرحله اللي انتم فيها توا هي مرحله منصوص عليها بالقانون، شكون المسؤول على الوضعيه هذه وكيفاش يمكن حلها؟ والله احنا باش نكونوا واضحين، المسؤول هي القوانين لم معناها ما كان نورمالمون تكون ثم قوانين قبل وبعد يصير عليها انتخابات. هذا رايي. شكون المسؤول؟ دونك ما نجمش نتعيش. دونك انا شكون السبب باش نكون واضحين. دونك انا نقول السلطه نورمالمون راهي من الاول حطت قوانين ثابته، ثم احنا على ضوء القوانين هذيك والصلاحيات نقدموا ترشحاتنا ولا لا. انا انسان احنا منتخبين واحنا معنا لو رانا احزاب لو رانا معنا احنا اولاد منطقه نحبوا نخدموا المنطقه. يعني جينا الهدف الواحد. انا مثلا استاذ تصرف وخبير في بعض المشاريع. دونك حبيت ننفع المنطقه احنا نقولوا بالمينيموم اكيد اللي عندي كيلك سوا بالكونيسونس عندي ولا كيلك سوا بالحاجات اللي موجوده في المنطقه ذيك، لانه اهل كما يقولوا اهل مكه ادروا بشعابها. نحن المنطقه نعرفوا مشاكلها نعرفوا شنو اللي يلزمها. دونك نحاولوا من المينيموم ان ندز. ما طلبنا حتى شيء ولا قلنا هذا ما يساعدناش، قلنا مقر باش نجتمعوا فيه. لاحظنا اللي سيد المعتمد احنا باش ما نخرجوش على الواحد انه يتمنى. كان قلنا له في الوقت هذايا ما يقول لك هذا ما يساعدنيش، قلنا له علاش اعطانا مقر. خلنا شفنا المقر اول هذا بعد التنسيق قرر وهذا في ارشيف وفي كما احنا نقولوا بقايا ادبش معناه اساس قديم. قلنا الارشيف نحفظوه ونحطوه على جنب وكل ما احنا نقولوا البقايا الفارغه ذاك يتنحى ونجتمعوا ما يسالش. باهي المقر ما فيهوش ماء ما فيهوش ضوء ما فيه حتى شيء. خذينا على عاتقنا قلنا نحن اعضاء المجلس المحلي قلنا نسالش يا جماعه احنا رانا ماناش جايين حاجتنا مقر لغايه مقر. احنا عطينا حاجه باش نجتمعوا ونخدموا نثنيوا الركبه ونخدموا المنطقه. رانا نطلب دي المقابل ونعرفوا اللي ما فيهاش مقابل ولا طالبين شهري. احنا جيت تعطينا منطلق هكا دافع حب المنطقه نحبوا نقدموا به. احنا قلنا هات من المقر هذايا ناخذوه على عاتقنا. فهمنا احنا المجلس الاعضاء المجلس المحلي بالعمران اللي خذا الدهن. وشنو والمعتمديه شنو الاجابه نتاعها؟ ما هو السبب نتاع عدم تمكينكم او طردكم من المقر؟ سي كوا لو موتيف؟ السيد المعتمد نتاع المنطقه نتاع العمران قال لا حتى يرسلوني حتى يبعثوا لي الولايه. اتصلت انا بالولايه والكاتبه معناها مشكوره سيده سعيده نتاع الشؤون السياسيه قالت لي انا راسلنا قلنا لهم تمكينكم بيان سير حسب الموجود. انا اطلعت على الموجود وشفت المقر معناها كل عينوه المقر موجود. غير معناها حاضر ماشي معاك. احنا قلنا ندهنوه اكثر شيء من هكا. مجلس منتخب داخل باش يخدم المنطقه ومقر نتاعو مش حاضر. هي يظهر لي المفهوم نتاع مجلس المنتخب هو هذا اللي مازال مش واضح. على خاطر وقت المجلس منتخب يمشي المعتمديه باش يشوف مكان يجتمع فيه والمعتمديه تقول ناخذ اذن من الولايه، يظهر لي المفهوم نتاع المجلس المنتخب بيدو الصفه غير واضحه. صفتكم ماهيش واضحه سي بوغانمي اليوم على ما يبدو. يكذب اللي يقول عكس هذا. احنا واضعين بالوضعيه معناها شاعرين بالوضعيه هذه ونعرفوا اللي كان احنا مازال عندنا غموض في صلاحياتنا وواجباتنا وين تقف وانت. احنا معناها فاهمين ايش قاعدين نعمل ولكن لما دخلناش في التسرع قاعدين نستنوا حتى تهبط المراسيم والقوانين.
في انتظار هذا باش نقعدوا مربعين ايدينا، علما انه ثم معلومه تريز امبورتون، راه احنا 3 شهور ويتداول في المجلس المحلي باش يمشي المجلس الجهوي، و3 شهور ويرجع. احنا كل من مارس نبقاو شهر و10 ايام ولو 20 يوم، يعني باش يرجع والاخر باش يمشي. شنو اللي عملنا في الشهر هذاك؟ عباره هو قدم ماركه حضور ورجع، لا قدم لا وصل فكرته ولا المشكله نتاع المحلي وصلها للجهوي، ما عملش. احنا قاعدين نسفريو في النقطه هذه. قلنا شنو نعملوا؟ اجتمعنا مع بعضنا، والله اجتمعنا في قهوه، ومره اجتمعنا بقى في جنينه، قلنا يا جماعه نحن غايتنا باش نخدموا المنطقه ومشاكلها. رانا راسلنا، اخذ انا تو نحكي على شخصي، انا راسلت حكم عضو مجلس جهوي، راسلت نبعث مراسله مع نستابع، نبعث مراسله والشكر له نقع في تجاوب، نبعث مصالح التنوير، الطرقات المشاكل اللي عندنا، التنوير اللي ناقص، تيرانات عندنا مش مريقل، عندنا مارشيات معناها مش مريقل، نتصلوا بالمصالح وقاعدين يتجاوبوا معنا باش واحد يكون اونيت والناس كل تاخذ حقها. نجتهدوا بحاجات نجموا نعمله، عباره نقولوا احنا عباره كما كنا في معناها في المجتمع المدني ندافعوا في انتظار انه يكون عنده صلاحيه. قلنا هذا ما يغنيناش وما يثنيناش على العمل، اعطونا مقر. نتصلوا بالسيد المعتمد متمنع ما نعطيش، واخر مره طردنا اخرج وقال ما نعطي حتى للجين. كان احنا جين نستعطوا، مش معقول مجلس منتخب من قبل منطقه وسلطه جهه محليه كيفاش تتم طردوا بتعلة شنو؟ مقر مش حاضر حتى يحضروها. احنا قلنا هنخلينا انيسياسيون، يعني ما حطيناش العصا في العجله، وقلنا هات نريقلوه ندهنوه، صورته هبطته وثقت جبنا الدهن. نحن الضوء قلنا ما عينيش بالضوء، نستمعوا في النهار يا سيدي ما حتاش بالضوء. البولار نكسر، قلنا هاي الدنيا سخونه في انتظار طب شوي نخدموا، يعني ما قلناش ما ندخل المقر الا ما يحضر، قلنا ندخلوا بالموجود. مره اصرينا باش نعملوا هذه اللي قالت النقطه اللي فاتت في الكيس، مره اصرينا باش نعملوا اجتماع لانه يلزم نعمل اجتماع باش نزيدوا. راهي الفتره المنجله قاعد تمشي الوقت زدنا الخطر العباد ايش عملتوا واش تريقلوا ومعنا هذا وعندنا مشكل حتى لنا سيد المعتمد، حتى لنا طاوله في كل وقت وطيشنا شويه كراسي وقعد اللي متعدي يشوفنا، اللي ماشي حشكل التواليت يتعدى، المواطنين تتعدى، عباره قاعدين في هكا في معناها اهانه كامله للمجلس. ماكم تحبوا هاو نعطيكم طاوله في كل وقت، هذا لا يستقيم. هذا معناها احنا طالبين السلطات اللي تكون نتاع في الجهه، واحنا والله احنا طلب وان شاء الله ربي يوصل السيد رئيس الجمهوريه. ماذا بينا ان المعتمد كما ولا تو رئيس البلديه المعتمد يكون ما يكونش معين، يكون منتخب من منطقه، لانه يكون ثم تكامل ثم واحد معنى تعاون ما بين السلطه المحليه والمعتمد. لانه اذا يكون معتمد معين، احنا المعتمد احنا في فتره عنده نقولوا احنا 3 سنوات، احنا كي نعملوا في انتخاب ندوروا في الحمله نقولوا برا نمشي هكا ما يعرفوش، عباره شخص غير معروف، لانه نقولوا احنا مش قاعد يخدم، مش قاعد يعمل في انتراكسيون مع العباد، مش قاعد في ما يدور في المنطقه. ما معتمد معين يجي من منطقه اخرى او من جهه اخرى، راه باش يقعد في البيرو نتاعو، مش باش يدور في مصالح المنطقه، ومش باش يسال عليها، ما يعرف حتى شيء، حتى خباياها ما يعرفش. احنا نداءنا انا كعضو مجلس، نحكي على شخصي، نداء من شخصي هيكل بوغاني عضو مجلس محلي وعضو مجلس جهوي، انا نتمنى انه تتبدل صيغه المعتمد من يكون معين يكون منتخب من الجهه. واضح عبد العزيز، يلا خلينا نختموا مع سي بوغاني. حسب رايي تو كلامه سي بوغاني هو فاهم انه اولا هذه تركيبه جديده وهذوما معناها مجالس جدد، ما فماش قانون يضبط العلاقه بين السلطه الجهويه والمحليه وبين هذه المصالح المحليات والمجالس الجهويه المنتخبه. صحيح هو منتخب والكل، لكن الإطار القانوني غايب. أنا حسب رأيي جميل أنه اليوم الأعضاء يقوموا بالدور متاعهم، ينجموا يجتمعوا في أي مكان، ولكن بدون أنه يعملوا هالضغط هذا الكل على السلطة الجهوية والسلطة المحلية. كان فما إمكانية باش يعطيهم في إطار الاحترام، أنه يعطيهم قاعة اجتماعات مش في الكلوار كما يحكي، أنه يسهل لهم العملية، ولكن راهو أنه باش يعطيك مقر راهو فما إجراءات معينة، أنه أنتم عندكم الحق ولا في المقر ولا ما عندكمش حق في مقر، وهذا يضبطه القانون على قدكم ومدى
التفاعل مع السلطة المحلية والجهوية، راه هذا كذلك يضبط القانون. وعليه أنا حسب رأيي نقول أنه هالتركيبة هذه جديدة، والناس الكل تعرف أنه صحيح فما شوية توتر باعتبار أنه غياب النص القانوني. شوية صبر من قبل السادة الأعضاء المحليين والجهويين، يخدموا على رواحهم. جميل أنه يقوموا بهالمراسلات هذه، أنه يلتوا نظر الوزارات والسلطات الجهوية والمحلية على المشاكل متاع الجهات متاعهم، وهذا دورهم. أما لكن بشوية صبر على السلطة، وعلى خاصة السلطة الجهوية المحلية اللي ما زالت ما عندهاش هذا الإطار القانوني، حتى أنه نحيو ونسحبوا بساط هالتشنج وهالمراسلات اللي قاعدين كل يوم نشوفوا فيها أو ما صدعوهاش العشاء أو ما عطاهمش بيرو، وراو هذايا يمس من صورة المجالس ويمس من صورة البلاد ككل. يلا سفيان خلينا توا المشاكل اللي نشوفوهم الكل كانت متوقعة راهو، وقلناه قبل ما تصير الانتخابات نتاع المجالس المحلية. قلنا انه راهو مش معقول تصير انتخابات وتتقدم ترشحات باش تمشي الهيكل ما تعرفش باش يعمل والواش موجود وكيفاش باش يتحرك وشنو هي حدوده. المشاكل هذم الكل قاعدين نشوفوا فيهم في الواقع اليوم اللي هو يوم 9 أبريل، أي ذكرى 86 لعيد الشهداء. اليوم 9 أبريل، شنو معناها؟ التوانسة هذم اللي خرجوا في الشارع في وقت الاستعمار 86 سنة التالي يرفعوا في زوج شعارات. الشعار الأول برلمان تونسي، حكومة وطنية. اليوم بعد 86 سنة بالخور اللي قاعدين نشوفوا فيه، أين منا من شعارات 8 أبريل 1938 وش عملنا بور اونوري باش نحترموا دم الشهداء اللي تبزع في الكياس. يلا نمشيو إلى الموضوعية الشهداء. خلينا نشوفوا الصور اللي تجينا من الموكب. رئيس الجمهورية تحول إلى ضريح الشهداء. نشوفوا مع بعضنا توا هذوما الصور قاعدين يهبطوا. ما نعرفش إذا كان فما تصريحات وإلا لا. فريق الإعداد يقول لي فما، لا ما فماش حتى التو. باغ كونتر اللي جلب الانتباه هو عدم حضور رئيس الحكومة ورئيس البرلمان. هل العادة رئيس الجمهورية في المواكب هذه وظائف لا هو العادة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وإلا رؤساء بروتوكوليا. أما بما أنهم مجرد وظائف، وأنه الحكومة هي في كل الحالات كما قال رئيس الجمهورية نفسه أن وزراء الحكومة مهمتهم مساعدة رئيس الجمهورية لأداء وظائفه التنفيذية، فما يستحقش لمساعديه، وإذا استحق لهم راهو عيط لهم. في ذكرى الشهداء يحب رئيس الجمهورية يعتمد على الوضع. الناس الموجودين هما الأجسام الصلبة، أي العسكر والبوليسية، فيما عدا ذلك تقريبا فما حد آخر. عبد العزيز. لا أنا حسب رأيي المسألة مش مسألة وظيفة ومش وظيفة ومش على كيف هكاك. كل عام يحضروا عمناول سي بودربالة كان حاضر مع السيدة نجلة بودن، وهذا هو المتعارف عليه وبروتوكوليا هذاك اللي لازم يكون. أما لكن لربما غياب السيد بودربالة ومعه سيد رئيس الحكومة، باعتبار أنه لم يتم استدعاء السيد بودربالة نظرا اللي حكينا فيه في العديد من المرات. هناك توتر بين رئيس الجمهورية وبين رئيس البرلمان، وهذا اللي أكدوه العديد من النواب واللي أكدته كذلك فتور العلاقة اللي قاعدين نلاحظوا فيها منذ مدة في عدم لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان، خاصة بعد ما حدث في قانون تجريم التطبيع، وكذلك بعد زاد في الأزمات اللي صارت في البرلمان الأخرى وإسقاط اتفاقية قطر. رئيس الجمهورية لربما لم يحبذ
أنه يكون سي بودربالة موجود في موكب اليوم وعليه، فلم يتم استدعاءه ولم يتم استدعاء كذلك رئيس الحكومة حتى لا تظهر المسألة بالصورة اللي كنت نحكي عليها الآن. باهي، نمشيو إلى فيديو واحنا نحكيو على المترشحين للرئاسة، إعلانات الرئاسة. نزار الشعري اللي كان سبق أنه أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في فيديو يتحدث على 9 أبريل. 9 أبريل يقول ما يبعدش برشا على اللي نعيشوا فيه اليوم. نشوفوا مع بعضنا صورة من الفيديو وأنا عنا إكسخي إكسلون، يلا نسمع مقتطف. يشبه اليوم بالأمس، فالسياق التاريخي لأحداث 9 أبريل يشبه إلى حد كبير ما نعيشه اليوم من تأزم جيوسياسي وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وبطالة وفقر وانقسام سياسي داخلي واستقطاب إيديولوجي واحتقان اجتماعي وقمع للحريات. هل سنبقى ندور في حلقة مفرغة؟ هل سنظل نراوح مكاننا زهاء القرن من الزمن؟ لا، أن الوقت لكسر هذه الحلقة وتحقيق حلم شهداء 9 أبريل 38. برلمان وحكومة وطنية يعيدان الأمل والعدالة والكرامة لكل التونسيات والتونسيين. شو رايك قبل شوفوا فهمت التصويره البرلمان الحالي ما هوش برلمان وطني، والحكومه الموجوده الان ما هيش حكومه وطنيه. ما فهمتش علاش الاستشهاد 9 ابريل حكومه وطنيه وبرلماني. برلمان وطني، انت عندك اليوم برلمان وطني منتخب، قول عليه اللي تحب، فيه توانسه وانتخب بطريقه ديمقراطيه. حكومه وطنيه، عليها ما هيش وطنيه. شو التشابه بين 9 ابريل الامس واليوم وكذا؟ ما هو حر. شفت اما الصوره ولا الاهميه المضمون لربما الكلام انا اعتبر بانه لا معنى له، اما الصوره هي الرمزيه. هو عمل الفيديو هذا على التصويره، حاطط راشد الغنوشي وراه في صورة وحده، حاطط سيدة عبير موسي بالرغم من الاختلاف معها، وهذا توظيف لصور من هم الآن في السجن. عبير موسي حاطتها بجنب معناها راشد الغنوشي، وأنا أعتبر هذا فيه مس حتى من قيمة ورمزية هذه المرأة التي صمدت لمدة سنوات ضد الإسلام السياسي وناضلت من أجل إسقاط منظومة الإسلام السياسي. وفي الجهة الأخرى المجموعة اللي متهمة بالتآمر على أمن الدولة، واللي قلنا هناك العديد من نقاط الاستفهام عليه. وهذه عملية توظيف لهذه الوجوه وهذه الأسماء كان يمكنه أنه يجبد عليهم، أنه يساندهم ويتضامن معهم في هذا اليوم، لربما هو حر في ذلك. أما أنك تخلي تصورهم وبالطريقة البشعة اللي نشوف فيها الآن، أنا نقول له عيب عليك سي نزار. سفيان، معناها أنا في مضمون الفيديو متاعو مراش فيه حتى شيء معناها ما يشد، لأنه فما برشا مغالطات وبرشا صفصطة وكذا، ما فيش حاجة كبيرة. على المستوى الصورة ديماج معناها السكيزديجاج بالنسبة لي هو صورة متاع انتهازية مخجلة. أنا اللي نتفكر من سي نزار الشعري، وهو أكل الترتينات اللي كان يعمل فيهم لنظام بن علي. هذا باش تعرف، هو تعرفش حاجة أخرى، فهمت؟ وطول الخطاب اليوم يحب يلم على اليمين وعلى اليسار، معناها عبير والغنوشي وجماعة ملف التآمر، معناها شيء مقرف بالانتهازية السهلة. سيدي راكورسي سهلين برشا، وقت اللي إذا فعلا يحب يكون عنده دور في المشهد السياسي يعمل هوية روحه ساعة. في متابعة للأخبار اللي تجينا حول القضايا، النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق رضا شرف الدين، وذلك من أجل جريمة تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.
هذايا التصريحات الأولية. اتصلنا بالمحامين يقول لك مازلنا كي خير سمعنا بالقرار هذايا يدخلوا معنا في حصص لاحقة. سفيان تذكر دخل معنا مرة لهنا محامي رضا شرف الدين تحدث على قضايا فيها صلح ديواني على ما أظن لهنا تطورت الأمور. يعني أنا القضايا الديوانية حسب علمي بمجرد القبول بالتفاوض على صلح الديواني تنتفي هذه القضايا. ما هيش حاجة. احنا ولينا القضايا الديوانية ولات تهز طول الحبس ومن بعد نشوفوا في الترتيبات الأخرى كيفاش تخرج منه الحبس وعلاش وكيفاش. لكن مش هذا اللي يقلق أكثر، لأنه شخص اللي يقلق هو تواتر الإيقافات في الأيامات الأخيرة. آخرهم البارح ولا البارح مدير ولا مسؤول ولا صاحب راديو خاصة توقف، أو معناها مش توقف لكن توجيه تهمة ليه هو رجل أعمال، هو زاد ماهوش موجود في تونس، تهمة في أو شبهة مالية، شبهة مالية. لكن تواتر هذه القضايا لناس فعليا، لأنه توا والكل عندهم ارتباطات بالمجال الإعلامي كل سواء بتلفز أو بإذاعات. هذا مقلق بالنسبة لي كصحفي وبالنسبة للتوانسة اللي حرية التعبير رأي مهمة بالنسبة لهم. شكرا ليك سفيان، شكرا عبد العزيز، يعطيكم الصحة، ميرسي، عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. حضرتوا المهبة فيزا تقتلني كما نحكي لكمش على المهبة اليوم. مهبة العيد لازم أكاها. يلا عيدكم مبروك، ملتقانا بعد العيد. تعرفوا وقتاش احنا باش نتلاقاو باش نرتاحوا نعيدوا، نخليو الناس هكا يفهموا رواحهم ويعملوا زيارات عائلية، يتابعوا لاكتواليتي شوية. نرجعوا نهار الاثنين إن شاء الله بقوة لمتابعة كل الأحداث. عيدكم مبروك، باي باي.